يا مساء الفل. الزمالك بيتعادل النهارده مع بنك الأهلي 2-2. وقبل ما أبدأ بس أتكلم، أنا بعتذر من الصوت لأن أنا عيان. بس بصراحة اللي حصل في الماتش واللي بيحصل في النادي بقاله دلوقتي داخل في شهرين، بصراحة حاجة ما يتسكتش عليها يعني. طبعا بعد التعادل ده الزمالك بيفقد كل فرصه في المنافسة على المركز التاني، وأكيد طبعا على الأول. آه، مش هتكلم بقى يعني التحكيم واللي بيحصل الماتش اللي فات، وان ناصر منسي لغى الجون اللي هو دخله ضربة جزاء من وحي الخيال النهاردة. كل ده بالنسبة لي مهم وضيع علينا نقط كتير و لكن انا دايما بحب ابص في نفسي. في حاجات خارجية كتير بتأثر علينا، لكن معلش، هي الإصابات الداخلية جوه الملعب دي مسؤولية مين؟ لما مصطفى شلبي يتصاب قبل الماتش بدقايق، إصابة عضلية. الجفالي، إصابة عضلية. ناصر ماهر مش قادر يكمل 90 دقيقة، وأصلا ال 90 دقيقة الكام دقيقة اللي بيلعبهم هو أصلا مش قادر يمشي. مش هقول لك يجري ولا يشوط ولا يعمل عرضية. حالة مزرية. محمد شحاتة الراجل اللي كان يعني بيجري في كل الملعب، إصابة عضلية ويخرج في الشوط الأولاني. حتى مصدق، إصابة عضلية. في إيه؟ وبقى لنا شهر على الكلام ده أو شهرين بنتكلم ده. هي دي مشكلة مين؟ مشكلة الأهلي برضو؟ مشكلة الاتحاد؟ مشكلة الحكام؟ أنا ما عنديش قايمة ألعب بيه. أنا ما عنديش لعيبة ألعب بيه. ده اسمه تهريج. وبعدين معلش، في كده فيديو شفته، هو جمال حمزة بيعمل إيه في الفريق؟ الناس بتسلم على بعض قبل الماتش، جمال حمزة موجود. مين جمال حمزة وليه بيعمل إيه؟ هو بقى أي حد بيتحط في أي حتة ومحطوط في أي مكان؟ حالة من العشوائية والعبثية في نادي الزمالك أنا بصراحة ما شفتهاش قبل كده. يعني كنت بعترض أيام مرتضى منصور، إن إزاي مرتضى منصور وحش وصوته عالي وبيقول ألفاظ وبيعمل مشاكل مع الناس، بس على الأقل كان في نظام. ودى النادي في داهية، أنا مش بدافع عنه يعني، بس عمل لنا مشاكل كتير. بس في نظام، في سيستم. احنا مش عارفين نعمل سيستم لنفسنا. مش عارفين نعمل سيستم للعيبة بتاعتنا. ياكلوا ايه، يشربوا ايه، يتمرنوا امتى. هي علاقة اللعيبة بتاعتنا 3 4 ساعات التدريب بتاع كل يوم وخلاص كده، خلصت. فتوح بقى له كام شهر. انا نفسي حد يطلع لنا احصائية بعدد دقايق اللعب اللي فتوح لعبها الموسم ده، او عموما المواسم اللي فاتت. ده لعيب بيهرج. لما انا يكون عندي اكبر مشكلة في مصر ان اهم لعيب عندي بيمضي في الاهلي، ما عنديش مشكلة يمضي يقول في 60 دقيقة. طب انا بقيت اللعيبة ايه طيب؟ آه احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. احنا اللي بنوجه نفسنا للكلام ده. بس واضح ان احنا كجماهير طموحاتنا اعلى بكتير من اللعيبة ومن الاداريين ومن الجهاز الفني ومن لجنة الكورة، ولا لجنة، مش عارف اسميها لجنة خرفان ولا لجنة ايه. مين مسؤول عن الكورة في الزمالك؟ يعني انا دلوقتي لما انا احب دلوقتي اتهم حد، مين يعني؟ هل ميدو وحازم والناس دي مسؤولين عن تدريب اللعيبة؟ طب مسؤولين عن التعاقد مع لعيبة جديدة؟ طب مسؤولين عن التعاقد مع اللعيبة اللي موجودة، تجديد التعاقد يعني؟ هما مسؤولين عن ايه؟ طب مجلس الإدارة بقى، ده مسؤول عن ايه؟ طب ال الجهاز الفني الجميل بتاع بيسيرو، ده مسؤول عن ايه؟ لما انا اكون في كل ماتشاتي اللي فاتت انا مش عارف اشوط على الجول. يا جماعة، احنا ما بنشوطش على الجول. عايز اطلع مركز تاني؟
وبتخانق علشان الاهلي يتخصم منه 3 نقط. ده خيبة ايه اللي احنا فيها دي؟ ايه؟ فين الخناق؟ فين بقى؟ ادينا بنتعادل تاني ماتش وهم عمالين يكسبوا، سواء بيراميدز ولا الاهلي، والموضوع خلصان. ده انا خايف بعد شوية مع توالي الماتشات ما نبقاش حتى مركز رابع. احنا مش عارفين نهجم. الوضع مع بوسيرو مع بيسيرو ده مزري لأبعد الحدود. احنا ولا عارفين ندافع ولا عارفين نهاجم. وفرحان لي بعد الماتش يقول لي احنا 6 ماتشات اللي فاتوا دخلوا فينا جون واحد. انت بتقول ايه؟ هو انت عارف تعمل هجمة؟ ده هي كلها صدف، على الله كلها. انت بتلعب ب5 ورا، ده معناه ان انت مجبر انك ترحل ضغطك على الخصم لاخر نقطة في الملعب عندنا احنا. ما عنديش مشكلة البنك الاهلي مش عارف يدافع، وبرضه سوري يهاجم ومش عارف يعمل فرص علينا. ما عنديش مشكلة ان احنا ما عندناش اسلحة هجومية نلعب بيها. بس مشكلة النهاردة دي مشكلتنا من شهر 3، من قبل شهر 3، مش مشكلة النهاردة بس. أعد اللعيبة اللي متصابة بدني، كارثة. محمود جهاد فين؟ الجبالي متصاب، مصطفى شلبي متصاب، نصير ماهر مش قادر يجري، فتوح متصاب، وعد بقى من ده كتير. بصراحة الواحد بقى مكسوف وهو بيتكلم عن نادي الزمالك، لأن اللي احنا فيه ده يكسف، حقيقي يكسف. أنا طالع دلوقتي أتكلم عن الماتش؟ لا، مش هتكلم عن الماتش. هو الماتش فيه إيه يتقال جديد عن العبث اللي احنا شايفينه بقالنا شهرين؟ هو انا من شهر حللت بسيره وقلت تمام، ابتدى يظبط الخط الدفاعي من ورا، والترحيل والضغط العكسي، بيعمل حاجات في الدفاع كويسة جدا ما تخليش الفرق اللي قصادنا انها تهجم او تخلق فرص علينا. انما انت فين افكارك الهجومية يا راجل؟ ده انا قلت بقى الاسبوعين اللي احنا قعدناهم في البيت دول بقى انت بتجهز بقى وبتوضب وبتعمل لنا تكتيك قدام وبتاع، تبشرت خير يعني. انما بلع. وتاني مشكلة مش في 5 وفي 4 خالص، خالص. 4 ليها عيوبها و5 ليها عيوبها واحنا ما عندناش أجنحة. يعني اللي عايزنا نلعب 4-2-3-1، هو فين الأجنحة اللي هنلعب بيها 4-2-3-1؟ هما مين أصلا؟ أنت بتلعب بشحاتة وينج يمين أو وينج داخلي whatever، يعني من التكتيك اللي بيتلعب بيه. فاحنا ما عندناش احنا 4-2-3-1، بس على الأقل تلعب على الضغط. يعني أنت بتلعب ب5 ورا علشان تأمن. يا عم خليها 4، ما انت لعبت لما 4-4-2 في آخر الماتش النهاردة، ضغط وعرفت تدخل اجوان. احنا الزمالك يا جماعة، دي شخصيتنا، احنا بنضغط على اللي قدامنا، واللي قدامنا هم اللي بيخافوا مننا. بيصيروا وصلنا ان بقى الموضوع العكس. انت بتدافع لأجل الدفاع، مش عشان لما تاخد الكورة تعمل بيها حاجة لقدام. انت بتدافع بس، صفر. عشان كده هو ملك التعادلات حرفيا، وملك ال0-0. هفضل اقولها. اللي حصل النهارده ده بزراميط. الجون في أول 20 ثانية، وضربة جزاء، وكرة الجزيري وقعت من المدافع، والكرة التانية عرضية في آخر دقيقة. كلها عبثيات، مفيش حاجة متفق عليه، مفيش حاجة تتقال. أشوف مثلا عمر جابر بيعمل نفس اللي بيعمله بنتايج، لا. هو اللي بيقدر على حاجة يعملها، وما يقدر على القدرة اللي ربنا. بصراحة لسه هنخسر في الكاس طبعا من بيراميدز، ده شيء متوقع. والأسوأ جاي. أنا عمال بقى أبص بقالي شهرين، الكلمة دي أنا لازقة في بوقي: الأسوأ جاي. لأن الأسوأ جاي، لأن مفيش حاجة تديك بوادر إن في حاجة كويسة. مش عشان بسيره بس وحش، لا، الدايرة كلها رابطة ببعض وحش. مفيش حد ماسك ملف الكرة صح. يا جماعة احنا المفروض شهر 5 ده، احنا عارفين من الأول من شهر ديسمبر إن شهر 5 ده
هيكون سوري مش ديسمبر، من شهر فبراير. انا ايه مشكلة الزمالك ان شهر فبراير شهر مايو ده يبقى فيه معسكر مغلق الشهر كله؟ يا جماعة احنا بنلعب على بطولة دوري، كنا يعني. فكان ايه المشكلة ان احنا من نص ابريل لما كان في توقف دولي ناخد اللعيبة ونكمل بيها لغاية شهر 5 معسكر مغلق؟ يا جماعة ده شهر نركز فيه كلنا، ممكن كنا ناخد الدوري ساعتها، أضعف الإمال مركز تاني، حتى من غير ما نستنى ال3 نقط بتوع الأهلي إن هم يتخصموا. إنما أنت تقول لمين؟ مفيش حد عنده حتى نية إن إحنا أقول إيه، نضغط يا عم عليهم. مش هقولك ننافس، ضغط مفيش. كل اللي إحنا طالعين فيه مشكلة زيزو وال3 نقط والحكام، وأي ضربني وأي قرصني. أنت بتعمل إيه؟ قولوا لي حد في الإدارة أيا كانت بقى البني آدمين اللي في الزمالك دول طلع قرار قال أنا هنعمل كذا علشان ننافس الناس دي. مفيش. صفر. صفر قرارات. مفيش حد بيعمل حاجة، رامينا فوطة كده خلاص بالساهل يعني. صراحة الوضع مأساوي وبؤس يعني. أنا عيان وتعبان وبائس يعني. حتى الزمالك الواحد لما دخلنا الجون التاني وقلنا اهو شمينا نفسنا وخدنا 3 نقط عشان يعني نفضل ملمسين في الاتنين اللي فوق، راح جه البنك الاهلي بيلعب ليه اصلا يعني؟ الجون التاني اللي دخلوه دول فرق معاهم ايه يعني؟ مش عارف. بس انا تعبت بصراحه، يعني تعبت من الكلام، ومفيش مجال ان انت حتى تحلل فني يعني. مفيش حتى في الماتش كله حاجه انت ممكن تقول فكره بتتعمل، افكار جديده. بلح. طبعا بسيرو لازم يمشي، وريت يمشي من دلوقتي. يمكن لو عيننا مؤمن سليمان، ولو ان انا ضد ان احنا نعين حد مصري، بس يعني اي حد تاني غير بسيرو يعمل لنا اي حاجة. انا فاهم ان احنا ما عندناش، بس يا عم العب على منظومة ضغط يعني. يعني اعمل ضغط لقدام، مش ضغط عرضي كده. ماشي احنا ما بندخلش جون بس احنا مش عارفين نوصل. انت ما بتوصلش، وبتوصل صدف. حتى ضربات الثابتة الركنيات والكلام ده مفيش خطة، مفيش حاجة تتعمل. ده حسام عبد المجيد للمرة التانية، يعني الثالثة أو الرابعة كمان، مش عارف يطلع ياخد الكرة بدماغه. وحذرت من صلاح مصدق من شهر، قلت لكم الواد ده ما بيعرفش ينط ويلعب كرة عالية، وادينا لبسنا الجون التاني النهارده بسببه. الواد كويس على الأرض وشخصية وكل حاجة، أنا مش بس ده عيب فيه كبير قوي، كبير كبير يعني. يعمل مشكلة يعني. الكرة دي لو السناري فيها الجون التاني دخل فينا ما كانتش هتدخل جول بالمنظر ده. كلام صعب عن الزمالك والواحد بصراحة متضايق قوي على اللي بيحصل. وانا ما بحبش اقعد اعلق مشاكلي وقرفي على غيري، وان هم دايسين علينا وان هم ظالميننا وان في ظلم وان الكلام بتاع السوشيال ميديا والناس اللي عايزة تطلع ترندات انا ما بعرفش اقول وما بحبوش. انا مش شايف ان انا عندي حد جوه الزمالك خايف على الزمالك. انا مش شايف حد بيشتغل للزمالك. انا مش شايف حد بيحاول يفكر للزمالك، يتعب نفسه عشان الزمالك، يجي على نفسه عشان الزمالك. ولا لعيبة ولا إداريين ولا جهاز فني ولا مجلس إدارة ولا لجنة فنية. كله بيدور على لقطة، وكله بيدور على حد يشاور عليه ويقول ده كويس، وهو بالونة فاضية من جوه. الجاي برضه. سلام.